يا صباح أو يا مساء الحلويات على عيونكم حسب ما بتشوفوني، صباحا أو مساء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله. أتمنى الفيديو النهاردة يعجبكم، وما تنسوش مع بداية الفيديو اللايك والشير والسبسكرايب للقناة. عايزين نفعل بسرعة ونوصل ل10,000 مشترك. وبسم الله بقى، واقدر اقول لكم كده يرضي ربنا انه يصحيني من احلاها نومه ويقول لي قومي انا جعان ومش عاوز اي حاجه، عايز فطيره محترمه باللحم او صينيه رقاق زي اللي بنشتريها من بره واحسن. يا عيني عليا، كان معايا نص كيلو من الكيلو الا ربع تقريبا من اللحمه المفرومه، وقمت بالمره كده مقشرالي بتاع نص كيلو او كيلو بصل. البصل الاحمر في العصاج وفي العيش بلحمه انا بفضله لانه بيدي تسكيره حلوه جدا للحمه. وحطيت حله الشوربه بتاعتي على النار تسخن، وقمت حاطه الطاسه بتاعتي، ومن غير اي ماده دهنيه نزلت كده بحته من قطعه من السمين اللي احنا بنبقى جايبينه مع اللحمه. يا دوبك بس عملتها في الطاسه كده، ونزلت باللحمه المفرومه، وبعدين فرمت البصل وقمت نازله على اللحمه المفرومه، وحاطه ورقتين من اللورة ورشه حبهان صغيره ورشه جوز الطيب، وكمان رشه فلفل اسود، معلقه فلفل اسود، والملح طبعا كلنا عارفين في عصاج اللحمه بنحطه في الاخر لما يكون اللحمه بتاعتي بتستوي. تقدري تضيفي طماطم، تقدري تضيفي فلفل الوان، زيتون، كل اللي بتحبيه. لكن احنا هنعمل صينيه رقاق زي اللي امي وامك وستي وستك كانوا بيعملوها، لحمه معصجه، الرقاق حاطينه في الشوربه، فردينه في الصينيه، معلقتين السمنه البلدي، وننزل بطبقات الرقاق، وبعدين اللحمه، وبعدين نغطي الرقاق تاني اللحمه تاني. حتى بقى معايا كده بتاع كوبايه كده من السمنه البلدي اللي هي الجاموسي اللي لونها ابيض، وحطيت فيها مكعب من الزبده الاصفر. حلو قوي، بدل ما تحطي زيت حطي مكعب الزبده الصفراء، بتديله طعم، بتخليه في حته تانية خالص. هنا بقى طبعا بناخد بالنا، لو الورق اللورا بنشيله، الحبهان انا حطاه مطحون، ولو عندك لورا مطحون حطي منه رشه صغيره، وجوز الطيب وفلفل اسود. انا مش هحط اي بهارات تانية خالص، هو انا عايزه استطعم بطعم اللحمه طبعا. هنا بقى خلاص كنت حاطه القطع اللي هي الدهون دي، طبعا شلتها. اي حاجه بتحطيها قطع هتشيليها من اللحمه بتاعتك. بصوا هنا بقى البصل بتاعي، لما تكوني هتفرمي حاجه خليكي ناصحه وذكيه، مش كل شويه تفرمي بصل. قمت بقى عامله كميه، انا كنت عايزه تقريبا 3 4 بصلات، رحت انا بقى حاطه كميه، عملت حوالي كيلو ونص بصل. وبعدين رحت خدت الكميه اللي عايزاها، والباقي جبت الكيس بتاعي ورشيت عليه رشه ملح، وقلبته كويس، وبعدين دخلته جوه الكيس وخرجت الهواء وطبقته كده. لما تيجي تطلعيه بقى بتطلعيه كده زي المكعبات 10 على 10. هنا بقى الشوربه بتاعتي صفيتها من اي حاجه تكون موجوده فيها. انا بحب احط للشوربه بصل ابيض عشان ما يغمقهاش، وبحب احط طماطمايه، وزودت شويه ملح وشويه فلفل اسود، ولو في قطعه دهون مش عارفه كل دوت بتخلص منه. وادي الزبده بتاعتي. اللي جاي ده بقى هو الجامد بعينه. الرقاق ده انا مش شارياه من بره. الرقاق ده ست الكل وست الناس كلها هي اللي عاملاه، عمايل ايديها. وطبعا كل اللي بيتابعني وعارف امي فهيكون عارف يعني ايه حاجه امي عاملاها بايديها، يعني مفيش لها مثيل. ده رقاق، بصوا سمك الرقاق عامل ازاي، حرفيا ارفع من الورقه، والله حرفيا ارفع دايب. عارفين لما تكون تاكلوا حاجه دايبه؟ احنا بنقعد انا والولاد ناكله كده من غير اي حاجه خالص، نعمل كوبايه شاي ونقعد نقرقش فيه كده بدل اللب والتسالي والحاجات دي. طعمه تحفه جدا، رفيع قوي، حاجه كده. بصوا ست الكل بقى عاملاه. هنا بقى الشوربه بتاعتي بدات بقى اغمس، يعني قبل الرقاق بقى زي ما بتقولوها بالشوربه. طبعا لو ما عندكيش شوربه وفاجئك وقال لك قومي اعملي لي اكل انا جعان، كوبايه لبن وعليها كوبايتين ميه واغليهم ورشه ملح ورشه فلفل اسود وهتقضي الغرض. بس بقى ونبدا نحط طبقات الرقاق في الصينيه. طبعا الرقاق مش محتاج افتكاسات، انا هنا مش حاطه اي افتكاسات، هنا عاملاه زي ما قلت لك ستي وستي وامي وامك. بدات ابل طبقات الرقاق كده واحده ورا التانيه. طبعا زي ما انتم شايفين هو دايب مش متحمل اصلا، حرفيا ورقه يعني ارفع عارفين ورقه الزبده، هو ارفع منها او زيها بالظبط عشان ما بقاش ببالغ. وطبعا بين كل طبقه وطبقه بضيف من السمنه بتاعتي، وبرده ما تضيفيش كتير يعني خدي بالك عشان المعده مش متحمله. وبعدين بقى نزلت باللحمه، واللحمه كده افرديها، ما تسيبيهاش مكلكعه في اي مكان. طبعا الكلام ده للبنانيت الصغننين اللي لسه بيقولوا يا هادي في المطبخ. وعندي ملحوظه والله، كل البنات اللي مش بتحب المطبخ جربي بحب
اعملي افتكاسات، اعملي اختراعات، حبي المطبخ هو هيحبك على طول. هنا بقى انا على فكره وانا زمان صغيره ما كنتش بحب المطبخ خالص، ماما كانت بتتعمد انها تعلمني كل حاجه من باب ان ابقى عارفاها، بس مبدئيا حبيت المطبخ لما اتخطبت لجوزي طبعا. بقيت احب اطبخ بقى، ادخل المطبخ بقى واعمل له، عارفين انتوا الحركات بتاعت البنات دي، هي دي. هنا بقى حطيت اللحمه المفرومه، فقلت ادلعهم شويه يلا، ببلاش. كان عندي شرايح جبنه تركي، ما عنديش حتى مبشور ولا عندي موتزاريلا. قمت حطيت لهم ايه، كام قطعه كده من الجبنه التركي على الماشي يعني، اللي موجود في البيت، جبنه رومي، جبنه موتزاريلا، اللي عندك حطيه وخلاص. وهنا بقى ايه، بدات اضيف الطبقات تاني واغطي اللحمه بتاعتي. انا حطيت تحت من الرقاق بتاع ماما ده 5 وحدات تحت و4 بس فوق. طبعا هما يعني الخمسه بواحده ملي من الجاهز بصراحه. هنا بقى ايه، بعد ما خلصتها خلاص كده هدهن وشها بالسمنه، وبعدين هسيبها شويه لحد ما تتشرب السائل اللي فيها قبل ما اعمل اي حاجه فيها. واستنوا بس كملوا الفيديو، وما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب، وكمان منتظراكم تدعموني على صفحتي على الفيسبوك يوميات ام هيبه. بصوا هنا الطبقات بعد ما سبتها كده ايه تنغنغت وتشبعت بالشوربه والادام، بدات ان انا اقطعها، قطعي الشكل اللي انت عايزاه بقى، مربعات، مثلثات. انا قلت اعملها لهم ايه شكل البيتزا كده. وبعدين دول خطوتين انا ما بستغناش عنهم. هتقولي لي انا بضيف البيض، كل واحد وكيفه، كل واحد وذوقه، كل واحد والشيء اللي بيحبه. انا ما بحبش اضافه البيض على الرقاق او على الجلاش عامه. بستبدله بحاجات تانية وهقولك عليها دلوقتي. هنا كوبايه الا ربع من اللبن، صغيره طبعا لان انا الرقاق بتاعي مش محتاج سوائل كتير علشان يكمل التحميصه بتاعته او التسويه بتاعته. كوبايه الا ربع من اللبن. الخطوه اللي جايه دي بقى حلوه قوي، تديكي طعم وريحة وحاجة كده في حتة تانية خالص، يعني بتخليلك صينية الرقاق راحت في حتة تانية خالص. ايه هي بقى؟ انا هنا ضفت كريمة لباني عادي. انت عندك قشطة، وش لبن، كريمة، جبنة كريمي، جبنة كيري، اللي متاح عندك في البيت ومخزناه ومخبياه من الولاد، طلعيه وحطيه على وش صينية الرقاق. عملت وشها كده كله بالكريمة. لا دي كريمه بلدي غالبا يعني، قشطه. وبعدين بقى ايه، قمت اروشهم شويه، رحت حاطه بقى بشر بسيط جدا. انا بقى ببشرها بالسكينه كده على ايدي، مش لازم اجيب المبشره واقعد ابشر والكلام ده، النبي عربي يعني. وبعدين الاخت دي تخش كده على النار تتحمص، تاخد وش ذهبي من حلو. وهنا ساسقط قليلا، جوعت تاني يا جماعه من منظرها، مش قادره اوصف لكم لا ريحتها ولا طعمها كان عامل ازاي. يا ريت الكاميرا بيكون لها ريحه علشان تشموا. الكريمه مع الجبنه التركي فظيعه، مع اللحمه طبعا حاجه تحفه. اي حاجه انا وريتها لكم في الاول انها مش ناشفه ولا اي حاجه، واخده لون ذهبي جميل. طبعا اللون برضو عايزه اغمق عايزه افتح، دي انتي وراحتك. غطي اي حاجه عندك بفوط المطبخ، مخبوزات، صينيه رقاق، صينيه جلاش، هتديها طراوه حلوه قوي. بعد كده بقى ايه، نبدا نقطعها. بصوا واضح جدا انها مورقه، طبعا هي من فوق طبقتين 3 بس خفاف جدا. انا بالنسبه لي بقى قمت محطه لنفسي مج شوربه. الولاد يا ماما احنا جعانين وعايزين كنتاكي، رحت مطلعه لهم بقيه الاكل بتاع الغدا ولا كان اللي قبلها بيوم، وقلت لهم هنا ومحدش يطلب مني حاجه تاني. بصوا الرقاق عامل ازاي، طبقات كده مفرغ من بعضه، مش مكتوم مش مضغوط، اللحمه فيه مظبوطه، الرقاق فيه ضعيف، طعمها حكايه. بحبكم في الله، ما تنسوش دعم القناه، واتمنى الفيديو يكون عجبكم.